بجاه ربي بالله، قولوا لي واعلموني لعل انا ما في باليش شكون هاللي قال، هالعالم اللي قال، ولا ويني هالآية اللي قالت، ولا وينه هالحديث النبوي اللي قال انه كي يموت ميت يلزم اهل الميت يطيبوا الماكلة ويعملوا ميعاد والناس تجي تاكل عندهم وصفرة من هنا الغادي وخيم مسكر الكياس والميت مسكين ولا واحد يعبئ به، أنا مات أنا مطيشين وغادي ولا هني يوكلوا في الناس. بجاه ربي منين جبتوها هذه؟ راي وليت نحن على الشبكات متاع التواصل هذه هوكا كل مرة نحكيو في موضوع ما يصيرش تتبعوا في الناس اللي يشطحوا ويكسروا في العظم على روسهم، ما يصيرش حتى تتبعونا نحن شوية، لعل نستفادوا من بعضنا. شكون اللي قال انه اهل الميت اذا كان مات له ميت والموت حق على الجميع والموت باب وكل الناس داخله والموت كأس وتطوف على جميع الاشخاص وملك الموت اليوم تجاوزك ليقبض روح غيرك وغدا يتجاوز غيرك ليقبض روحك. هذه حقيقة كونية منذ الأزل، بما أنها حقيقة كونية وواقعة وتصير كل يوم نحكيه فيه شوية الموضوع هذا، لأننا نحن العرب وخاصة المسلمين عورنا في الموضوع متاع البدع هذه. حتى الموت أهل الميت في عود يتلهوا بالميت متاعهم ويمشيوا يدفنوه ويكرموه، يتلهوا يعشيوا في الناس اللي جايتهم، واللي يجي يعمل دار مقام فمي كينا قال شنية جاية عزي التعزية من الباب. نحضروا لعملية الدفن ورحم الله ميتكم وأحسن عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتدور لا تقعد وكراسي محطوطة قدام الديار وفاش يحكيوا برب، فاش يحكيوا تقطيع وتريش في خلق ربي، يزيدوا يلموا في الذنوب من فوق، وهذيك وفلان وبيه وعليه ونميمة وغيبة وما نعرفش شنو. والميت يا اما مشاو دفنوه من الصباح مشى على روحه ولا مازال مطيش، هانو مطيش غادي كاين في البيت ومشعلين عند راسه شمعة. ما فهمتش عليه زاد. يا ولادي بمناسبة حكاية الشمعة هذيا ريتها في برشا، انا يجيو يشعلوا يحطوا شمعة عند راس الميت. يا ولدي راهو الميت يكره رؤية النار بعد وفاته، يدي راهو في حالة هلع وراهو داخل على عالم جديد وانت تجي تشعلوا النار بحذاه. راهو سيدنا النبي في الحديث قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرجاء والمعازف. اللي يشعل سراج، حتى العساس نتاع المقبرة كي يشعل سراج، السراج قبل شنو ما وقازة فتيلة تشعل، أكل يشعل فتيلة في المقبرة لعنه النبي لأن الميت يتأذى من النار. فما بالك اللي يبدأوا يطيبوا في التاي ويشعلوا في الحطب في الواحد وما نحكيوش. من ضمن الأشياء ذي ابعدوا عليها. مشعل شمعة عند راس ميت نحيوه، ولا تجي على قبره وتحط له شمعة. علاش تحط له فيها الشمعة؟ بشنو مش تفيدوا؟ هل ستكون حائلا بينه وبين عذاب الله إذا كان كتب الله عليه العذاب ولم يرحمه؟ مش تزيد له في صحيفة حسناته. شنو معناه شمعة؟ شنو معناه عادات؟ والميت يموت واهل الميت في عدة له وفي حزنهم وكل شيء، ترسيلهم يصنعوا في الماكله وذبايح وطبقات طاجين في الكوشه وقهاوي وتاي بالترامس من القهوه بالبقرجات بالقهوه. والناس قاعده تاكل وترهج. راهو سيدنا النبي قال اصنعوا، حتى كذكر الطعام في الميت في حالة الموت قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه لأنهم مشغولون بحزنهم. طيبوا لهم ما يكفي فطورهم وعشاهم كهو، مش هو مأدبة للناس. على رحمة الميت، على رحمة. ومن قال لك بأنها مقبولة أصلا وأن ثوابها مش يوصل للميت على رحمة الميت، وهو الميت هذاك قد يكون عمره كامل خبزة ما عطاهاش في سبيل الله. ونجيبوا المدبية نجيبوهم نحطوهم في بيت هكا في كوان ويقراوا ياسين وتبارك وجزء عامة وما نعرفش شنو، ويعملوا ختمة
والناس البركه وضحك ولعب وبلاده وركاكه وهما يقراوا كلام ربي. وحتى حتى على ذكر كلام ربي، حتى في الجنازه نفسها الكل تتحول الى علماء ويعرفوا كيفاش عمليه الدفن الشرعيه وكيفاش نعملوا. حتى الناس اللي تبدا هكا تعرف شويه تجبد رواحها من كثره ما الواحد، فهمتني؟ وبالله هكا ياسين وتبارك ما عادش تقراها في المقابر، راهي تذنبكم اكثر من اللي راهي ما تنفعوش. راهي لأهل لك الناس هذوك ثماش ما يستعاضوا، لأنه فيها صور من يوم القيامة ومن البعث ومن الواحد. عسى الناس هذوك اللي مازالوا حيين يتعظوا شوية. أما كلمات راه والله العظيم كان تقرأ عليه 60 حزب 10,000 مرة. صحيح أغلقت صحيفة الأعمال متاعو، الملائكة الحفظاء أغلقوها وأرسلت إلى السماء إلى المولى. ونخرج له وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تتحط في سجل تتحط على العنق متاعو، فهمتني؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واضح ولا؟ صحيح. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 وذكرهم النبي: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، بناء مدرسة، ألف كتاب، حفر بير تشرب منه الناس، زرع شجرة كلا منها الطير أما ذاك ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وانت تبدأ تقرأ فيها في سورة ياسين هذه، والناس هاتك البالة من غادي صب الماء ولا واحد يسمع فيك. أنا سورة ياسين حفظتها عمري 12 عام. نتذكر والدي رحمه الله فرح برشا كي حفظتها السورة هذه. التو إلى يوم قريتها 10,000 من المرات معناها. التو كي نوصل للآيات هذوما لحمي قشعر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الموتى القبور كيفاش تتحلوا الموتى خارجة منها. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الموتى فزوا مفجوعين، يا ويلنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. تجاوبهم الملائكة اللي مش تهزهم للمحشر: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخره. صدق الله العظيم. معناها آيات في غاية، والناس احفر وهبط وطل ولا واحد يسمع. ما عادش تقراوها في المقابر ياسين وتبارك، ما عادش تقراوها. وانت اذا كان قدر انه توفى لك صديق ولا حد ولا قريب، عزي وروح، وما تبقاوش تاكلوا في دار الميت وتكلفوهم عناء. ولات موضة توا طاجين وكسكسي ومرقه ناقص كان الكاميرات جيت تصور. والله ريتها في بعض الواحد كاميرا يصوروا عاد معدين لايف واللي اصطفى محمد. فما حديث في مسند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصناعة الطعام من النياحة. حاجة من النياحة اللي هي محرم. تقي والله هذه حاجة بالله على العادات السيئة اللي عنا في المآتم. وإن شاء الله أنتم أطول عمر، وإن شاء الله ربي يرحم موتانا جميعا. ولا ثم راي لا 40 لا 30 لا 35 ولا 39. الأربعينية هذيك عادة وثنية وينقصوا له على عدد صغار ودرشنين. منين جبتوها؟ الله معاكم. السلام عليكم.